إنها السيدة المغولية صاحبة الوفاء النادر وصاحبة الأسماء الأربعة في آن ذات الوقت. فاسمها الأصلي جلشانة، أي شان بمعنى مثل، وجل بمعنى الوردة بالفارسية. وعرفت في مصر باسم الست مسكة طيبة الرائحة، وباسم آخر هو حدق الناصرية. وقيل أن حدق كانت جارية أخرى غير مسكة، والاثنان عاشا بنفس الظروف، فيما يقال أن حجة وقفها حملت اسم رابع لها هو برها، وهي صاحبة المسجد الشهير بحارة فقوسة المتفرعة من شارع سوق مسكة أو حكر حد بحي السيدة زينب. وقد صار المسجد مدرسة لعلوم الفقه الشافعي والحنفي، ويعود تاريخ بنائه بين عامي 1339 ميلادية و 1340 ميلادية، وهو العام الأخير الذي شهد أول صلاة جمعة فيه في اليوم العاشر من شهر جماد الآخر. ويتكون المسجد من مساحة مستطيلة في وسطها صحن مكشوف محاط بأربعة ظلات أعمقها وأكبرها ظلة القبلة. ويقال أن بقبلة الجامع فصوص ذهبية سرقت بعد ذلك. وتحمل واجهة المسجد هذا النص التأسيسي: بسم الله الرحمن الرحيم. أمرت بإنشاء هذا الجامع المبارك الفقيرة إلى الله الحاجة لبيت الله الزائرة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات الستر الرفيع حدق المعروفة بست مسكة الناصرية في شهور سنة 40 و700. أما الباب الثاني للمسجد ففيه نقشا دائريا تتوسطه صورة ياسين. وكانت المنطقة التي بني بها المسجد حكرا عليها، فلما شيد المسجد دب العمران من حوله، وسكن المنطقة الأمراء والأعيان، وأنشأوا الحمامات والأسواق.